السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. طيب، هنكمل كورس الجبر او الوحدة الاولى جبر للترم التاني اولى ثانوي. والدرس التاني عندنا بيتكلم على جمع وطرح المصفوفات. جمع وطرح المصفوفات، احنا خدنا المصفوفة وخدنا ازاي نضرب فيها عدد، وخدنا ازاي نفرق بين انواعها وهكذا. فاحنا جايين دلوقتي في الدرس ده هنتعلم ازاي هنجمع ونطرح المصفوفات، والدرس اللي جاي ازاي هقدر اضرب المصفوفات في بعض. هتقولي طب يا مستر والاسم؟ اقول لك خلي بالك، لان في المصفوفات ما عندناش حاجة اسمها اسمة مصفوفة. طب امال عندنا ايه؟ هنعرف وقتها ان شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بجمع المصفوفات. بيقول لك لو ألف وب مصفوفتين ليهم نفس النظم. نفس النظم يعني 2 في 2، 3 في 3، 1 في 3، 3 في 2 وهكذا. لو ليهم نفس النظم فإن عملية الجمع تكون ممكنة، ويكون ناتج الجمع عبارة عن مصفوفة لها نفس النظم، وكل عنصر فيها هو مجموع العنصرين. فمثلا لو جيت بصيت عندي هنا، عندك دي المصفوفة ألف، عندك دي المصفوفة ب. حلو. طيب أنا لو جيت قلت لك ألف زائد ب، فأنا هجمع العنصر الأول هنا مع العنصر الأول هنا. 2 و5 7، 1 و2 3، 3 و2 5، -2 و3 1. ممتاز. طب أنا لو جيت اديت لك ألف وب وج، هتلاحظ إيه؟ هتقول لي مستر خد بالك، ده ألف على النظم 3 في 2، ب على النظم 3 في 2، ج على النظم 2 في 3، يعني مش هعرف أجمع ج. صح. بس إحنا هنا بقى اتعلمنا الدرس اللي فات إن أنا بقدر أجيب حاجة اسمها المدور. فهو الراجل هنا قال لك هات لي 2 ألف زائد الجيم مدور. والله 2 ألف يعني أنا همسك المصفوفة ألف أضرب كل عناصرها في 2. جيم مدور يعني هدورها. هتدورها إزاي؟ تخلي الصف عمود، تخلي الصف التاني عمود. بقت المصفوفتين شبه بعض ولا لأ؟ بقت شبه بعض. يعني أقدر أجمع عادي. أقدر أجمع عادي. 2 و2 4، -4 و3 =1 وهكذا. إنما المطلوب التاني قال لك عايز ب زائد الجيم. الب مصفوفة 3 في 2، الجيم مصفوفة 2 في 3. النظم مش هو النظم، يبقى شكرا. يبقى المصفوفتين لا يمكن الجمع لأن النظم مختلفة. جميل جدا. عندنا مثال جميل بي بيحقق لي قاعدة. إيه هي القاعدة؟ بيقول لك الراجل بشكل واضح وصريح إن أنت لو عندك مصفوفتين بالشكل ده، ألف زائد الب، وبعد ما بتجمعهم هتروح تجيب لي المدور، كأنك هتروح تجيب المدور للألف وتجمعه على المدور بتاع الب. يعني يا مستر المدور ده بيتوزع في الجمع، بيتوزع في الجمع. تبقى الألف مدور زائد الب مدور. تعال نشوف المثال اللي الراجل اداهولنا. قال لك دي ألف وقال لك دي ب، وبشكل سريع ألف دي 3 في 2 وب 3 في 2، يعني أقدر أجمعهم عادي. تقدر تجمعهم عادي. جميل. ألف زائد ب هتحط المصفوفتين وتجمعهم تديك 2 و7 و1 و2 و10 وسالب 1. حلو. لما نروح نجيب المدور، طبعا دي 3 في 2، 3 في 2 طلعت معايا 3 في 2. لما تروح تجيب المدور تطلع 2 في 3. ممتاز. طب تعالى نحقق العكس. ألف مدور ب مدور، لو جيت جمعتهم يديك نفس المصفوفة. يبقى العلاقة اتحققت. العلاقة اتحققت، إذا كلام الراجل كان صح. كلام الراجل كان صح. جميل. تعالى ناخد مثال. مثال 3. جميل. مثال 3 بيقول لنا إيه؟ بيقول لك توجد قيمة ألف وب وج اللي بتحقق المعادلة دي. 3 في المصفوفة دي، خلينا كده نكبرها شوية. 3 في المصفوفة دي بيساوي 2 في المصفوفة دي زائد المصفوفة دي. سهل. تعالى نضرب 3 في المصفوفة اللي جوه فادتنا الشكل ده.
و2 في المصفوفة دي ادتنا الشكل ده، والمصفوفة التالتة زي ما هي ثابتة ماليش علاقة. استخدمت القاعدة بتاعة الحصة اللي فاتت، ايه هي؟ ان انا لو عندي عدد حقيقي مضروب في مصفوفة فبيتضرب في كل عناصر المصفوفة، وجيت مسكت الاتنين دول جمعتهم، ما هو ليهم نفس النظم، دي 2 في 2 ودي 2 في 2 واللي بره 2 في 2، فانا كل النظم بيتحقق بالنسبة لي، اللي بره نازلة زي ما هي. وجيت اجمع الاتنين دول، 2 أ و4 تبقى 2 أ زائد 4، 12 وب زائد الأربعة تبقى ب زائد ال16، ج زائد التلاتة والسالب 2 تبقى ج زائد الواحد، و6 و3 9. خد بالك، دي 9 دي 9، يعني احنا بنحقق شروط اهي التساوي، وطالما قال لك ان هما متساويتين يبقى بس الراجل كده كتر خيره. يبقى انت تروح تعمل ايه؟ تقول لي ال3 أ بتساوي المقدار ده، وال3 ج بتساوي المقدار ده، وال3 ب بتساوي المقدار ده، واساوي المقادير ببعض واروح احلها. جميل. 3 أ هتساوي 2 أ زائد الأربعة ومنها الألف ب4، 3 ب بتساوي ب زائد 16 ومنها الب ب8، 3 ج بتساوي ج زائد الواحد ومنها الج بنص. طيب، السؤال اللي بعده ندخل على حاجة جميلة جدا اسمها ايه؟ خواص عملية جمع المصفوفات. وركز، احنا دلوقتي في الجمع، احنا دلوقتي في الجمع بفرض الألف والب والجيم 3 مصفوفات من النظم م في ن، يعني ليهم نفس النظم، وإن المجموعة دي هي مصفوفة صفرية، أو الشكل ده هو المصفوفة الصفرية. فواحد عندي حاجة اسمها خاصية الانغلاق. خاصية الانغلاق يعني لو جمعتهم يديك مصفوفة من نفس النظم، ودي دايما متحققة، فما تشغلش بالك بيها. جميل. الخاصية التانية اسمها خاصية الإبدال. يعني إيه خاصية الإبدال؟ يعني أنا لو جيت وقلت لك ألف زائد الب هتساوي ب زائد الألف، دي اسمها خاصية الإبدال. خاصية الإبدال إن أنت لو جمعت ألف على ب هي لو جمعت ب على ألف. وتعالى نشوف مثال. والله قال لك دي ألف وقال لك دي ب، لو جمعتهم 4 وسالب 3 1. خلينا كده نجيب الهايلايت الأصفر. 4 وسالب 3 يديك 1، 2 وواحد 3، سالب 1 وسالب 2 سالب 3، 5 ناقص 3 يديك 2. طب حلو، تعال نغير اللون. يلا، دي المصفوفتين التانيين بس جبت الب الأول. سالب 3 و4 1، 1 و2 3، سالب 2 وسالب 1 سالب 3، سالب 3 و5 2. طبعا احنا العملية اللي بنعملها عملية جمع، عشان ما تقوليش انت بتقول على طول. جميل. يعني أنا دلوقتي حققت خاصية الإبدال، وكده كده خاصية الانغلاق متحققة. ممتاز. تعالى ناخد الخاصية رقم 3. إيه هي؟ اسمها خاصية الدمج. خاصية الدمج. إيه هي خاصية الدمج دي يا مستر؟ بص معايا كده، لو جينا كتبناها هنا قال لك لو أنت عندك، خلينا نكتبهم كده، ألف زائد ب زائد ج. طبعا الجيم دي غلط، لازم تبقى جيم كبيرة، بتساوي ألف زائد الب زائد الج. قال لك إيه بقى؟ قال لك لو جيت جمعت دول لوحدهم وخدت الناتج جمعته على ج، كأنك عادي لو رحت جمعت دول والناتج تاخده وتجمعه على الألف. دي اسمها خاصية الدمج. يعني أنا أقدر آخد دول أجمعهم وبعد كده الناتج أجمعه على الجيم، أو أقدر آخد دول أجمعهم وآخد الناتج أجمعه على ألف. كده أنا بحقق خاصية الإيه؟ الدمج. إن أنا ممكن أجمع اتنين والناتج أجمعه على التالتة، أو أجمع الاتنين التانيين والناتج أجمعه على الأولى. جميل. والراجل دخل فرض، قال لك إن دي ألف وقال لك إن دي باء وقال لك إن دي جيم. ممتاز، كلهم على نفس النظم، 2 في 3. فهنا أنا عندي بالنسبة لي الجمع إيه؟ ممكن. جمع ممكن. جميل. راح جمع الألف زائد الب أهم، وهيجمع عليها الجيم. الألف زائد الب اديت له دي، والجيم أهي، طلع معايا الناتج دي. طيب، لو جيت عكست، لو جمعت الب زائد الجيم الأول والناتج هتجمعه على الألف، فادي الألف ثابتة،
والجيم ما تنزلها، اديت له الناتج ده. قارن كده النواتج، 0 2 2 0 2 2 17 20 1 17 20 1. يعني حققت لي القاعدة ولا لأ؟ حققتها، شكرا، يبقى القاعدة بتاعتنا من الأول قاعدة صحيحة. اللي جاية منطقية جدا، مش محتاجة وجع دماغ. خاصية المحايد الجمعي. خاصية المحايد الجمعي هو 2 زائد 0 بكام؟ ب2. 1 زائد 0 بكام؟ 1. -1 زائد 0 بكام؟ -1. 5 زائد 0 بكام؟ 5. يعني أي حاجة زائد 0 الحاجة. ده نفس الكلام في المصفوفات. قال لك المصفوفة الصفرية هي المحايد الجمعي، أي أن ألف زائد المصفوفة الصفرية أو المصفوفة الصفرية زائد ألف تدي لك مين؟ ألف. وفرض إن دي ألف هتجمع عليها الصفرية تديك نفس المصفوفة. جميل. جه بعد كده قال لك عندك حاجة اسمها خاصية المعكوس أو النظير. يعني إيه الكلام ده؟ بص معايا، موضوع سهل جدا مفيهوش وجع دماغ. تعالى أقول لك 2 زائد -2 هتساوي 0. 3 زائد -3 تساوي 0. نص أو -نص زائد نص هتساوي 0. -1 زائد 1 0. فإحنا هنا بنعمل إيه؟ والله هنا قمت جاي ببص، ده 2 وده -2، حاجتين شبه بعض بعكس الإشارة مجموعهم 0. 3 و-3 حاجتين شبه بعض بعكس الإشارة مجموعهم 0. -نص ونص حاجتين شبه بعض بعكس الإشارة مجموعهم 0. يعني أي حاجتين شبه بعض بعكس الإشارة مجموعهم 0. دي اسمها حاجة كده في الرياضة اسمها خاصية وجود المعكوس الجمعي، أو زي ما موجودة عندنا هنا اسمها النظير الجمعي. يعني النظير يعني الحاجة اللي بعكس الإشارة. فلو رجعنا بصينا هنا، خاصية وجود المعكوس أو النظير الجمعي ما هي إلا عبارة عن، قال لك ألف، ولما تطرح منها الألف أو -ألف زائد الألف تديك المجموعة الصفرية، حيث -ألف هو النظير الجمعي للمصفوفة ألف. جميل. فلو قلنا إن دي ألف فمعكوسها تضرب العناصر في السالب، يعني -4 و-1 و0 و3 و-2 و-5. لو جيت جمعتهم على بعض تديك المصفوفة الصفرية على نفس النظم. المصفوفة الصفرية على نفس النظم. ممتاز. يبقى احنا دلوقتي الجمع فيه أي مشكلة؟ لا. خواص عملية الجمع 5 خواص نتذكرهم مع بعض كده بشكل سريع. 1. خاصية الانغلاق. يعني الانغلاق إن ألف زائد ب لها نفس النظم. 2. خاصية الإبدال. 3. خاصية دمج. 4. المعكوس جمعي. 5. المحايد الجمعي. المحايد الجمعي. ممتاز. ندخل على عملية الطرح. عملية الطرح أسهل عملية في الدنيا. شفت الرغي اللي عملناه في الجمع ده كله ولا ليه أي شغلانة في في الطرح؟ يعني إيه؟ قال لك لو عندك ألف وب مصفوفتين نفس النظم فأنا أقدر أطرح، فناتج الطرح يدينا المصفوفة ج من النظم م في ن والتي تعرف كما يلي. الجيم بتساوي ألف ناقص الب أو ألف زائد السالب ب، مش تفرق كتير يعني، حيث سالب ب هي المعكوس الجمعي للمصفوفة باء. أو أنت ريح دماغك، اكتب المصفوفة ألف واطرح منها المصفوفة ب. حلو. قال لك دي ألف وقال لك دي ب، فأنت قدامك حل من الاتنين. بص كده والراجل عمل إيه. تعالى كده لو كبرنا، أدي الألف وأدي الناقص، استنى نجيب الهايلايت. أدي الناقص وأدي الألف وأدي الب. عمل إيه؟ ساب الألف، شال الناقص ضربها جوه هنا وحط زائد، و5 - 4 ب1. طب ما هي يا عمو من الأول تقول لي 5 - 4 ب1. 2 - 3 -1.
3 ناقص 5 -2 -4 ناقص 0 -4. يعني اهي بص، يمكن إجراء عملية الطرح مباشرة بطرح العناصر المتناظرة في المصفوفتين، بطرح العناصر في المصفوفتين. فمثلا اهي في الشكل ده عمل ايه الراجل؟ قال لك 3 ناقص -3 ب6، 4 ناقص -2 ب6، 5 ناقص 6 ب1، -2 ناقص 0 ب2، 1 ناقص 1 ب2، 0 ناقص 8 ب8. ممتاز. جه ضرب مثال، قال لك دي ألف، وقال لك دي باء، وقال لك دي ج. فأنا عايز 4 ألف ناقص 2 باء زائد نص ج. بس سهلة وبسيطة. همسك الألف هضربها في 4، وادي ناقص الب هضربها في 2، وادي الجيم هضربها في نص. 4 وضربها جوه، -2 وضربها جوه، أو 2 وضربها جوه مش تفرق، ونص وضربها جوه. طلع معاه المصفوفة دي. طبعا المصفوفة دي هتلاقي انت لو ضربت 2 بس هتلاقيها بعكس الإشارة، هو عشان واخد -2 كلها. وادي الناتج النهائي. لحد هنا أتمنى يعني إن هو ما يكونش فيه مشكلة. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه يا مستر؟ احنا خدنا مع بعض ازاي بجمع المصفوفات وازاي بطرح المصفوفات. عندنا طبعا خلينا نبقى فاكرين ونراجع مع بعض الحتة دي، إن ألف مد، ألف مدور هي الألف، ألف زائد الباء مدور تساوي ألف مدور زائد الباء مدور. دي فيها مشكلة؟ أتمنى ما يكونش فيها مشكلة. ركز بقى، لأن القانون اللي هكتبه دلوقتي ده قانون خطير جدا. صدقني والله هتعرف قيمته واحنا بنحل. ألف بتساوي نص ألف زائد ألف مدور زائد نص في ألف ناقص ألف مدور. القانون ده أنا أول مرة أشوفه. بالراحة. ألف زائد الألف مدور ده عبارة عن مصفوفة متماثلة، وألف ناقص الألف مدور ده عبارة عن مصفوفة شبه متماثلة. تعالى نثبت صحة القانون ده. خلينا كده نقصه، ناخده كوبي، وندخل بيه على الصفحة التانية ونحطه بيست، ويطلع بينا لفوق يا عمنا. طيب مش مشكلة خالص، مش مشكلة. يلا بينا. هنضرب النص ده هنا وهنا، نوزع النص. ادي الألف اللي بره زي ما هي، تبقى نص ألف زائد نص ألف مدور، زائد النص ده هضربه مرة هنا ومرة هنا، نص ألف ناقص نص ألف مدور. هتلاحظ إن نص ألف مدور دي وسالب نص ألف مدور دي هيعملوا إيه؟ هيروحوا مع بعض. اتفضل لك إن الألف بتساوي نص ألف زائد نص ألف، هتاخد الألف عامل مشترك، هيتفضل لك نص زائد نص، نص زائد نص بكام؟ بواحد. إذا الألف بتساوي ألف، يبقى القانون اللي احنا كاتبينه ده قانون صحيح. ممتاز خالص. يبقى نراجع القانون كمان. القانون عبارة عن إيه؟ قالك إن الألف تساوي نص ألف زائد المدور ونص ألف ناقص المدور. تمام؟ طبعا لما تيجي تشوف بعدين الحوار ده، إن ألف زائد المدور دي مصفوفة متماثلة، ألف ناقص المدور دي مصفوفة شبه متماثلة. تعالى ناخد أمثلة ونقعد نحل شوية مع بعض. إيه بيقول لك؟ لو أنت عندك الألف بتساوي -4 -1 -3
-7 والب بتساوي 2 -7 8 -1 والجيم بتساوي 7 و4. اوجد 1 أ زائد الب 2 أ زائد الجيم. ممتاز. يلا بينا. أ زائد الب، فأنا هاخد الألف أجمعها على الب، فالناتج دي مصفوفة هتكون 2 في 2 -4 زائد 2 -2 -1 زائد -7 -8 -3 زائد 8 ب5 الموجب -7 و-1 -8. ممتاز. دي فيها مشكلة؟ أتمنى إن هو ما يكونش فيها مشكلة. أ زائد الجيم، ركز، أ مصفوفة 2 في 2، الجيم مصفوفة 2 في 1، النظم مش زي بعض، يبقى تقول لي لا يمكن جمعهم. لا يمكن إيه؟ جمعه. تعال ناخد مثال كمان. مثال كمان بيقول لنا إيه مثلا؟ إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين بس سؤال يكون كويس. ماشي، تعالى ناخد السؤال زي ده. بيقول لك عندك المصفوفة دي -3 -2 1 5 زائد المصفوفة بتاعت المجاهيل أ ب ج د. قال لك إن هي بتساوي -2 1 4 -3. ممتاز. تعال نجيب ناتج الجمع. أول حاجة ده جمع مصفوفات، فأنا بجمع عادي. -3 زائد الألف هتساوي مين؟ اللي قصادها -2. بعد كده -2 زائد الب هتساوي مين؟ الواحد. بعد كده 1 زائد الجيم تساوي 4. بعد كده 5 زائد الدال هتساوي مين؟ -3. ممتاز. وجينا -3 تيجي هنا زائد 3 يبقى منها الألف بكام؟ 1. -2 تيجي هنا بموجب 2 يبقى منها الب بكام؟ 3. 1 يجي هنا بناقص 1 يبقى الجيم بكام؟ 3. 5 تيجي هنا -5 يبقى منها الدال بكام؟ -8. كده جبنا قيم الألف والباء والجيم والدال. بس جميل. ناخد مثال كمان. بيقول لنا إيه مثلا؟ سؤال جميل جدا السؤال ده على فكرة. قال لك الألف بتساوي المصفوفة 4 8 -6 2 -4 8 6 12 0. جميل. والب بتساوي 2 -6 2 4 -10 0 -1 8 -4. فإن اوجد المصفوفة س حيث إن الس بتساوي 2 أ ناقص 3 ب. عادي، بكل بساطة هروح أعمل إيه؟ أمسك المصفوفة أ أضربها في 2. طبعا ضرب مصفوفات فأنا بضرب العناصر كلها. هتبقى دي 8 16 -12. بعد كده 4 -8 16. بعد كده 12 24 0 ناقص، وامسك المصفوفة التانية اضربها في 3 تطلع 6 -18 6 12 -30 0 -3 24 -12. نطرح عادي بعد كده يبقى بتساوي
نرجع تاني بتساوي، يلا بينا، 8 و6 بالطرح، 8 - 6 = 2، 16 ناقص 18 يعني 16 زائد 18 34، وسالب 12 ناقص 6 سالب 18، 4 ناقص 12 سالب 8، سالب 8 ناقص 30 تطلع 22، 16 ناقص 0 16، 12 ناقص 3 15، 24 ناقص 24 0، 0 ناقص 12 يطلع 12. شكرا، وادي السؤال ده كمان اتحل. طيب السؤال بعده بيقول لنا ايه؟ لو معايا المصفوفة ألف تساوي 2 1 سالب 3 5، والمصفوفة باء بتساوي -1 4 6 سالب 2، فأوجد المصفوفة س بحيث إنها 2 ألف ناقص السين بتساوي باء مدور. فاحنا هنا قدامنا حل من الاتنين، وخلينا نناقشك فيهم. يا تروح تفرض إن السين هي عبارة عن ألف ب ج د وتعوض بيها هنا كمجهول، أو إنك تظبط الشكل ده. تظبطه إزاي؟ تدخل الب بعكس الإشارة وتطلع السين بعكس الإشارة، وتروح تجيب ده هيطلع لك السين. أنا بفضل الشكل ده. نروح نضرب الألف في 2 تبقى كام؟ 4 2 سالب 6 و10 ناقص ب مدور، أروح لف الب تبقى -1 6 4 سالب 2 تساوي، طبعا بالطرح مننساش، 4 ناقص 1 5، 2 ناقص 6 سالب 4، سالب 6 ناقص 4 سالب 10، 10 ناقص 2 12، كام؟ ثواني، 12 بالشكل ده. دي المصفوفة س، مصفوفة س إلا وإذا كنت تروح تفرضها وتعوض بقيمتها تديك نفس القيم، دي لك نفس القيم إن شاء الله. جميل. عندنا ناخد مثال كمان، مثلا إيه، خلينا ناخد شوية أسئلة سريعة. ألف زائد سالب ألف تساوي إيه؟ بسرعة، تساوي المصفوفة الصفرية. حاجة زائد نفسها متديكش صفر، تديك المصفوفة الصفرية. حاجة زائد نفسها تديك المصفوفة الصفرية. ممتاز، جميل. لو أنا عندي دلوقتي مثلا س مد مد ناقص س، ده هيساوي إيه؟ بسرعة، هوبا. أيوة يا مستر، المد ده تقريبا بيطير بعض، اتفضل لي س ناقص س، ده نفس المصفوفة، تديك صفر. المصفوفة الصفرية اوعى تختار صفر، مصفوفة ناقص المصفوفة تديك المصفوفة الصفرية، مصفوفة ناقص مصفوفة تديك المصفوفة الصفرية. ممتاز جدا. بيقول لك ايه بقى؟ ركز بقى بالله عليك. قال لك نص ألف زائد ألف مدور تساوي امتى؟ قال لك حيث ألف مصفوفة متماثلة. نرجع بالزمن حصة فاتت ونفتكر المستر كان بيقول ايه في المصفوفة المتماثلة. قال لك المصفوفة المتماثلة هي المصفوفة اللي فيها الألف هي الألف مدور. حلو، طالما الألف هي الألف مدور، لما تيجي تجمعهم كأنك بتقول لي نص ألف زائد الألف مدور، افرض إن هي باتنين ألف، نص يطير الاتنين تتفضل لك ألف. تمام، تمام يا ولاد، تمام. سؤال تاني، لو جيت قلت لك ألف زائد الألف مدور برضو بنص،
بس ألف مصفوفة شبه متماثلة. شبه متماثلة. امتى المصفوفة تكون شبه متماثلة؟ لو الألف بيساوي سالب ألف مدور. ألف بيساوي سالب ألف مدور، يعني أنا أقدر أروح أشيل الألف وأحط سالب ألف مدور. حاجة ونفسها تدي لك كام؟ المجموعة المصفوفة الصفرية. المصفوفة الصفرية. يعني خد بالك، خلينا كده نيجي نكتبهم تحت بعض. لو ألف متماثلة يبقى نص ألف زائد ألف مدور بيساوي الألف. لو ألف شبه متماثلة فنص ألف زائد الألف مدور بيساوي صفر. لا، بيساوي مين؟ بيساوي المصفوفة الصفرية. بيساوي المصفوفة الصفرية. تمام. ولحد هنا نقدر نقول الحمد لله الدرس التاني انتهى. الحمد لله جدا، وأتمنى إن ما يكونش في أي حاجة صعبة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.